هو ازاي مدرب الاهلي يعمل كده مع امام دلوقتي حالا في اول تمرين ليه بعد العوده من العقاب؟ بيقول لك مدرب الاهلي يا جماعه اول ما شاف امام عاشور داخل عليهم التمرين بعد انتهاء فتره العقاب راح رايح متكلم معاه وقال له كده بالحرف: يا جماعه بص يا امام، اتمنى تكون استفدت من اخطائك، واتمنى تكون يعني العقاب جاب معاك نتيجه، واتمنى تكون ما تتعاقبش تاني، واتمنى تكون يعني من الاخر كده فوقت لنفسك، وكمان يعني خدت نفسك، وكمان اتعلمت من غلطاتك السابقه. واكيد اكيد يا امام يعني من الاخر كده الاخطاء اللي انت وقعت فيها دي بسبب النادي اللي انت كنت بتلعب فيه قبل كده. انت كنت بتلعب في نادي ايه يا امام؟ قال له كنت بلعب في نادي الزمالك. قال له ايوه اكيد نشأتك في نادي الزمالك هي اللي خلتك يعني غير ملتزم. بصراحه انا عايزك تتعلم من احمد السيد زيزو. شوف احمد السيد زيزو ملتزم ازاي، التزام يعني قوي جدا، وكمان في التمرين قوي جدا جدا. اتعلم من احمد السيد زيزو. واحمد السيد زيزو كان بيلعب في نادي قبل كده. قال له كابتن احمد السيد زيزو كان بيلعب برضه في الزمالك. قال له لا عادي يعني عادي، مش مهم زيزو. اتعلم الالتزام من اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لعيب ومحترف ومثال للاعب الملتزم ومثال للاعب المنضبط. هو كان بيلعب في نادي قبل كده. قال له اشرف بن شرقي برضه كان بيلعب في نادي الزمالك. قال له لا انا قصدي يعني تتعلم الالتزام والانضباط من ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم يعني لعيب ملتزم ولاعيب راجل ولاعيب يعني زي ما قال الكتابه، وكان بيلعب في نادي قبل كده. قال له ياسر ابراهيم برضه كان بيلعب في نادي الزمالك. قال له لا انا قصدي تتعلم الالتزام والانضباط من اللاعب ياسين مرعي. ياسين مرعي الفترة الأخيرة كمان بيسجل أهداف عشان لاعب ملتزم ومركز في التمرين. هو كان بيلعب في نادي قبل كده. قال له ياسين مرعي برضه كان بيلعب معانا في الزمالك. قال له لا أنا قصدي تتعلم الالتزام من أحمد عيد الباك اليمين. أحمد عيد من ساعة ما اشتريناه من النادي المصري وهو ملتزم ومنضبط، حتى لو محمد هاني بيلعب عليه، ولكن في التمرين ملتزم ومنضبط ولاعيب محترم وخلوق. هو كان بيلعب في نادي قبل كده. قال له احمد عيد برضه كان بيلعب برضه معانا في الزمالك. قال له لا بص يا امام هو كله كان بيلعب في الزمالك، كله كان ما فيش حد لعيب ملتزم هنا ما لعبش في الزمالك خالص. راح كل اللعيبه بصوا لمحمد شريف وقعدوا يضحكوا. قال له ايه انت كمان لعبت في الزمالك؟ راحوا برضه اللعيبه بيتم الضحك يا جماعه. وراح امام عاشور قال له ده لعب في الزمالك 8 مرات. قال له يعني ايه 3 مرات؟ كل اللعيبه قعدوا يضحكوا برضه يا جماعه. كل الناس يقولوا في الكومنتات محمد شريف لعب 8 مرات في الزمالك ازاي يا جماعه؟ يا شريف انت ازاي لعبت 8 مرات في الزمالك؟ لا حد يقول لنا في الكومنتات يا جماعه لعب 8 مرات ازاي؟ قصدهم ايه يا جماعه؟